لو جالك الفيديو دوت يبقى لازم تدوس لايك وتشير الفيديو عشان ما جالكش كده هباء وخلاص. الشباب اللي بتقدم المشاريع بتاعتها طبعا الصفحة دي معمولة عشانهم، واي شاب بيكافح بالحلال ربنا يعينه واحنا معاه وفي ظهره. اي حد محتاج ان احنا نصوره وهنروح له في اي حتة. والعلبة اللي انتوا شايفينها ديت ب10 جنيه وفيها لبن وكنافة وسكر، فيعتبر سعره حاجات بسيطة جدا ورمزية، وهو مبسوط بالرزق اللي بيجيله دوت والحاجات البسيطة. وقال لي انا ببقى مبسوط جدا لما بعمل اي حاجة، فيا ريت بقى كل اللي يشوفه يضحك في وشه او يدعي له في الكومنتات ان ربنا يصلح حاله. وانا عارف ان مشاريع بليلة كتير جدا، بس انا اي شاب بصراحه بلاقيه بيكافح عايز ياكل عيش بالحلال بصوره، ومش عيب ان انت تشتغل بالحلال. بتلف فين يا محمد كده بالعربيه الجميله دي؟ في شارع المسقى. في شارع المسقى في بهتيم صح؟ يابا. طب بقف على الميدان. فين؟ على الميدان اللي بره. عند ميدان ايه بقى؟ قول للناس بقى اسمه ميدان ايه؟ الميدان اللي عند شارع الملابس. ميدان بهتيم؟ يابا. طيب انا لقيتك ماشي كده يا صاحبي، وكل يوم بتعدي بالليل بالاغنيه بتاعت البليله حلوه وجميله، قلت اجرب كده من عندك وندعمك كده وننزلك على الصفحه. تحب تقول ايه للناس اللي بتتفرج علينا على الصفحه بقى؟ احب اقول للناس يا كل الناس جربت البدايه بتاعتنا ومفيش حد بيشتكي منها، كل الناس على دماغنا. حبيبي يا محمد، يا ريت الناس كلها تيجي تشتري من محمد، شاب مكافح وجميل. بيشتغل من كام لكام؟ من العصر لحد الساعه 2. من العصر للساعه 2. طب من العصر للساعه 2 يا جدعان هتلاقوا محمد، وهتلاقوه قاعد في ميدان بهتيم. اللي عايز يروح له يلاقي العربيه بتاعته على طول مشغل الاغنيه بتاعت البليله حلوه وجميله، حلوه وشهيه وكلها حنيه. احلى محمد وربنا. حبيبي يابا، ربنا يرزقك يا رب. العلبه دي بكام بقى؟ 10 جنيه. يعني الناس اللي هتشوفها في الفيديو دي تاخدها ب 10 جنيه؟ يابا. زي ما هي كده؟ زي ما هي كده. احلى مسا عليك، ربنا يا رب يصلح حالك يا رب.